أهلا بيكم. أنا حدوتة. هنا الحكايات مش دايما خيال، وساعات الحقيقة بتفاجئنا أكتر من أي رواية. هحكي لكم حكايات من قلب الحقيقة ومن بين سطور الروايات. خليكم معايا عشان الحكاية دي يمكن تلمس فيكم حاجة، يمكن تفكركم بحد، ويمكن تفكركم بنفسكم. يلا بينا نبتدي الحدوتة. مازن كان قاعد في صالة كبار الزوار في مطار القاهرة. راجل أعمال ناجح ووسيم، عمل ثروة كبيرة من استثماراته في شركات الاتصالات من أيام ما كانت لسه بتطلع. كان قاعد لوحده بيشرب قهوته، وظهرت قدامه ست شيك وجميلة قعدت جنبه بعد ما استأذنته. بدأوا يتكلموا كلام عام وهم مستنيين الطيارة اللي اتأخرت ساعة عن ميعادها. سألته عن شغله فقال لها إنه عنده شركة في مجال الاتصالات. خد باله إنها بتبص على إيده كأنها بتدور على دبلة. أنا للأسف متجوز بس ما بحبش ألبس الدبلة. قالت له شكلك مش مبسوط قوي في الجواز. ابتسم وقال لها يعني. فضلوا يدردشوا لحد ما ميعاد الطيارة جه، والمفاجأة الاتنين ركبوا نفس الطيارة، دخلوا مع بعض وقعدوا جنب بعض. تفتكروا مجرد صدفة؟ الأكيد إن مفيش حاجة كانت صدفة، كأن القدر كان بيجهز المشهد من بدري. قبل ما الطيارة تتحرك ليلى قالت له لسه وقت طويل على ما نوصل، تحب نلعب لعبة؟ استغرب وسألها لعبة وإحنا في الطيارة؟ قالت له لعبة الصراحة. كل واحد يقول اللي جواه من غير تزويق. مش كتير بتيجي الفرصة إنك تقدر تتكلم مع حد ما تعرفوش وتفضفض وإنت متأكد إنك مش هتشوفه تاني وإنه مش هيحكم عليك. وافق وقال لها بس أنت اللي تبدأي. قالت له أوكي، أنا بشتغل في جامعة خاصة، مش متجوزة ومش ناوية أتجوز. حكى لها إنه متجوز بس حاسس إنه عايش لوحده، وحكى لها إنه هو ومراته زهقوا من حياة القاهرة والزحمة واشتروا فيلا في الجونة عشان ده كان حلمها. كانت عايزة تعمل كل تفصيلة فيها بنفسها وعلى ذوقها. فضلوا يحكوا كتير لحد ما سألته أنت ليه مش مبسوط مع مراتك؟ حكى لها قد إيه هو كان بيحب مراته وإن كل الناس بتحسده إنه متجوز ست كلاس وجميلة جدا زيها، لحد ما لاحظ إنها بقت مهتمة بواحد اسمه علي، مهندس الديكور اللي بيشتغل على الفيلا. بتحكي معاه، بتضحك له، وأنا بتفرج. حاولت أكدب إحساسي بس ما قدرتش. راقبتهم، شفت بعيني اللي كان قلبي عارفه من بدري. من وقتها وأنا مش قادر أعيش، حاسس إنها كسرتني ولسه مش عارف أعمل إيه. أنا مسافر علشان أهرب، يمكن أوصل لقرار. بفكر أقتلها، ما هو لو طلقتها هتطلع كسبانة فلوسي والفيلا اللي كتبتها باسمها. ليه؟ علشان أحقق حلمها. بس خيانتها وجعتني أكتر من أي حاجة. يمكن لو كانت قالت لي إنها مش عايزة تكمل كنت احترمتها، بس خيانة. الطبيعي لو حكيت الكلام ده لحد هيواسيك أو يحاول ينصحك، بس رد ليلى عمره ما يجي في خيال أي حد. ليلى قالت له إنه لو قتلها هيبقى بيقدم خدمة محترمة للعالم، وإن ده أقل عقاب لواحدة زيها. استغرب من ردها وما خدوش بجد، بس الغريبة إنها كانت بتتكلم بجد كأنها شيطان بيوسوس له، وشرحت له عن فلسفتها عن القتل، وإن إزاي ما عندهاش أي مانع أخلاقي مع فكرة قتل الناس اللي ما تستحقش تعيش. استغرابه زاد وقال لها إنه ملاحظ إنها بتتكلم عن تجربة. قالت له مش هجاوب علشان مش لازم ده يأثر على قراره، لأنه قرار ما فيهوش رجع. ومن هنا تبدأ الحكاية اللي مش زي أي حكاية. مستغربين صح؟ بتقولوا إيه الكلام ده؟ مفيش حد بيتكلم كده مع حد ما يعرفوش، بس علشان تفهموا يبقى لازم نتعرف أكتر على ليلى. لو سألتوني عن ليلى، ليلى كانت بنت شكلها بريء وهادية، عايشة في فيلا كبيرة في المعادي. مامتها دكتورة في كلية فنون جميلة، وباباها كاتب معروف جدا، والبيت دايما مليان ضيوف وفنانين. بس هي كانت حاسة نفسها ضايعة في وسط الزحمة. وهي عندها 14 سنة دخل حياتهم واحد كان اسمه شريف، رسام كبير من عمر باباه.
هدومه دايما مبقعة بألوان الرسم وشكله منعكش. مامتها قررت إنه يشتغل في الاستوديو بتاعها ويسكن في الأوضة اللي فوق الفيلا. ليلى ما كانتش بترتاح له عشان بتحس إن نظراته ليها مش مريحة. وفي يوم ليلى كانت قاعدة على حمام السباحة في الفيلا. شريف قال لها نفسي أرسمك بالمايو. حست بخوف من كلامه ونظراته وحست إن في حاجة وحشة جاية. في مرة كان البيت فاضي، باباها مسافر ومامتها مشغولة. اتفاجئت بشريف دخل أوضتها من غير استئذان، اتحرش بيها، قرب منها وقال لها كلام غريب ولمسها. ليلى اتجمدت، ما كانتش فاهمة ايه اللي بيحصل، مش قادرة تصرخ ولا قادرة تتحرك. خرج من أوضتها وسابها مكسورة. سكتت، خافت تحكي، خافت محدش يصدقها. ومن هنا بدأت تتغير، كل حاجة جواها ماتت، وحست إنها مش هترتاح غير لما تاخد حقها منه. افتكرت مكانها السري، فيلا مهجورة جنبه، كانت بتهرب تلعب فيها لما بتزهق من زحمة الضيوف. وسط الفيلا كان في شجر كتير جدا، وفي آخرها بير عميق، أو نقدر نقول حفرة عميقة. كانت وهي صغيرة بتبص فيه وتتخيله بوابة لعالم تاني. راحت هناك تفكر، كانت دقات قلبها عالية ومتوترة، مش من الخوف، من قرار صعب كانت بتفكر فيه بقالها أيام. بصت للبير، البير اللي زمان كانت بتشوفه بوابة خيال، بس النهاردة هيبقى بوابة خلاص. قربت منه ودماغها كانت بتصرخ من كتر الأفكار، بس وسط الزحمة دي جه الصوت جواها واضح، كأنه صوت بيأمرها ارميه، خدي حقك بإيد. بدأت تحضر، دورت في المكان وحضرت كل الأدوات اللي هتحتاجها. رجعت البيت وجهزت نفسها، دوبت قرص منوم من اللي مامتها بتاخده في عصير، وراحت لشريف اللي كان بيرسم في الجنينة. قالت له تعالى أوريك مكان السر. اتبسط ومشي وراها بكل غباء. دخلوا الفيلا وقعدوا على الكراسي القديمة وابتدى يشرب العصير. قالت له تعرف إن دايما بحس إن في سر أو كنز في البير ده. قام ووطى يبص في البير وكان ابتدى يدوخ. تفتكروا عملت ايه؟ زقته بكل قوتها، وقف، رمت فوقيه طوبة على قد ما قدرت ومشيت مش حاسة بأي ندم. رجعت البيت، غسلت وشها، غيرت هدومها، ونامت يمكن لأول مرة من غير كوابيس. نرجع لمازن وليلى علشان زمان الطيارة وصلت. نزلوا من الطيارة، خلصوا الإجراءات وخرجوا مع بعض من المطار. ركبوا تاكسي واحد وراحوا قعدوا في مكان قريب، اتغدوا وكملوا كلامهم. مازن سألها انت بتتكلمي جد لما بتقولي انك ممكن تساعديني؟ قالت له هتكتشف بنفسك لو جيت الخميس الجاي في نفس المكان الساعة 3. اتفقوا انهم مش هياخدوا ارقام بعض، ولو محدش فيهم غير رأيه هيتقابلوا تاني في نفس المكان. الأسبوع عدى تقيل على مازن، دماغه مشغولة بيها وباللي قالت له عليه. وجه الخميس وراح للمطعم بدري، قعد استنى، عدت ساعة وبدأ يزهق وقرر يمشي. بس فجأة دخلت مريم، قالت له أنا كنت فاكرة محدش فينا هيجي، وبصراحة كنت فاكراك من النوع اللي بياخد قرارات انفعالية، بس شكلك جاي النهاردة عشان قررت. مازن قال لها أنا دلوقتي عايزة أقتلها أكتر من أي وقت عدى. قالت له أنا كده ممكن أساعدك. ردها كان عادي بدون أي مشاعر، اللي خلاه يستغرب قد إيه هي شايفة القتل عادي وبتتكلم عنه كأنها شيطان أو سيريال كيلر. قرر يسألها بما إن بداية علاقتنا كانت بلعبة الصراحة، انت ليه بتتكلمي عن القتل كأنه حاجة عادية؟ ولما سألتك قبل كده عن تجربتك رفضتي تجاوبيني. قالت له تجربتي مش هتفرق كتير دلوقتي، بس اللي أقدر أوعدك بيه إن وجودي معاك مهم، خصوصا إن مفيش أي خيط بيربطنا ببعض، وده هيساعدنا. القتل مش سهل، بس أنا عايشة بقناعة إن في ناس وجودهم في الحياة مؤذي ولازم يخلص. الحياة فانية ومفيش مانع أخلاقي عندي إن الناس دي تموت،
ابتدى يسألها عن الخطة وإزاي يقدر يعملها من غير ما حد يعرف، لأنه مش مستعد للسجن ولا للفضيحة. ردت كأنها بتحكي من كتالوج. أول حاجة، لازم تكون في حجة غياب قوية، يعني وقت الجريمة تكون في مكان بعيد. وتاني حاجة، بعد ما نرجع مصر ما يبقاش بينا أي اتصالات. وتالت حاجة، مفيش حد يشوفنا سوا. والرابع، الجثة، يعني نخفيها خالص، لأن لو مفيش جثة مفيش جريمة. يعني نخلي الجريمة تبان طبيعية وملهاش أي علاقة بيك. مازن سألها طب والمهندس؟ قالت له أنت شايف إنه يستحق يعيش؟ قال لها لأ، أنا بتمنى موته. قالت له جميل، كده المهمة بقت أسهل. وبدأت تطلب منه معلومات عن مراته، بتنام إمتى، بتصحى إمتى، بتروح فين، شغل العمال وزيارات المهندس، كل تفصيله. وقالت له هنرجع مصر بعد أسبوع، هنكمل بعدها. واتفقوا على الميعاد والمكان اللي هيتقابلوا فيه تاني من غير ما حد يشوفه. وطلبت منه يروح الجونة يعرف كل المعلومات عن مراته والمهندس وتحركاته. مازن رجع مصر بعد ما قال لمراته انه هيقضي معاها أسبوع في الجونة. اتفاجئ من رد فعلها، الحنية الفيك والفرحة اللي مستحيل تكتشف انها مش حقيقية. راح لها على الأوتيل اللي جنب الفيلا، لقاها مستنياه واتغدوا سوا. حكت له عن قد ايه هي تعبانة ومرهقة من شغل الفيلا والمهندس والعمال اللي مطلعين عينيها. كان بيسمعها بس جواه مش مصدق تمثيلها، وكل تصرفاتها بتثبت له انه قراره صح. راحوا الفيلا، قابلوا باشمهندس علي واتفرجوا على الشغل. وهم ماشيين عزم باشمهندس علي على العشاء معاه ووافق. سلمى كانت مستغرباه وسألته ليه عزم مهندس علي على العشاء وليه بيتعامل معاه كأنهم صحاب. بقالنا شهور شغالين في الفيلا، ولا مرة فكرت تعزمه ولا تتكلم معاه زي النهاردة. قال لها أنا بعامله كويس عشان حاسس إنه بيعاملك كويس، وانتوا باين في طريقتكم إنكوا صحاب. استغربت، قالت له يعني إيه صحاب؟ قال لها يعني انتوا لطاف مع بعض، فقلت أتعرف عليه مش أكتر. وسألها إذا كانوا خرجوا مع بعض قبل كده، بس اتفاجئ من ردها إن ده مهندس معفن ولا لاقي ياكل وعمره ما اتعزم في فندق أصلا بالشكل ده. أنا بس بعامله كويس علشان شغله حلو وبيسمع الكلام وبيعمل لي اللي أنا عايزاه. رجعوا الأوتيل واتفقوا ينزلوا للعشاء، بس باشمهندس علي اعتذر واتعشوا لوحدهم. نرجع بقى الليل. كبرت ودخلت الجامعة ومحدش اكتشف إن هي اللي قتلت الرسام. التنسيق دخلها جامعة اسكندرية، فسكنت مع صاحبتها قريب من الجامعة. كانت مرة في كافيتيريا الجامعة وقابلت باسم اللي كان في نفس الكلية بس في سنة تالتة. اتعرفوا واتكلموا وتمشى معاها لحد بيتها. عرف إن باباها كاتب مشهور وقال لها إنه بيحب يقراله. عزمها على حفلة، راحت واتعرفت على صحابه وعلى صاحبته. الحفلة كانت حلوة واتبسطت إنها هيبقى عندها شلة في اسكندرية. الدعوة اتكررت وبقت مش شلة، بس في الامتحانات بطلت تروح. بعد آخر امتحان باسم أكد على ليلى إنها لازم تيجي قبل ما تسافر. راحت، بس اتفاجئت إن صاحبته مش موجودة، ولما سألته قال لها إنهم سابوا بعض خلاص. فرحت قوي وقتها لأنها كانت معجبة بيه. العلاقة اتطورت واعترفوا بحبهم لبعض. بعد ما باسم اتخرج سافر يشتغل في القاهرة، بس ليلى فضلت في اسكندرية تكمل دراستها، وبقوا يشوفوا بعض في الأجازات. بس مرة ليلى نزلت القاهرة فجأة عشان تطمن على باباها عشان كان تعبان شوية. بعد ما اطمنت على باباها قررت تعمل مفاجأة لباسم. راحت له عند شركته، كان وحشها قوي ونفسها تشوفه. استنته قدام الشركة، بس شافته ماشي ناحية عربية، وهناك كانت قاعدة سلمى في العربية مستنياه. سلمى الإكس بتاعته اللي المفروض سابها من أيام الجامعة. في اللحظة دي ليلى حست إن قلبها وقع من مكانه. المشهد قدامها ما كانش محتاج شرح. وقفت متسمرة وما قدرتش تتقدم خطوة. مشيت على طول من غير ما تواجه ولا حتى تسأل، بس بدأت تدور ورا الموضوع، وعرفت إنهم من ساعة ما راح القاهرة
وهو وسلمى رجعوا لبعض. رجعت الجامعة وقررت ما تواجهوش. وفي يوم باباها جالها اسكندرية وقال لها إن هو ومامتها انفصلوا خلاص، وإنه قرر يسافر يعيش في لندن. طلب منها تقضي معاه أجازة الصيف هناك، وهي وافقت على طول، ووعدته إنها أول ما تخلص الدراسة هتسافر. ولما الأجازة بدأت قالت لباسم إنها مسافرة لباباها وهتقعد هناك طول الصيف. باسم اتضايق لأنه بقاله فترة مش عارف يشوفها، ودلوقتي كمان هتسافر طول الصيف. قال لها إنه هيجيلها لندن، وليلى وعدته إنها هتكلمه من هناك ويتفقوا. كانت قادرة تمثل عليه وما حسستوش إنها عرفت أي حاجة. سافرت وكانت بتكلمه على طول. بعد شهر باباها قال لها إنه مضطر يسافر أسبوع شغل في مدينة تانية وهيسيبها في لندن. قررت تستغل الفرصة، اتصلت بباسم وقالت له يجي الأسبوع اللي باباها مش موجود فيه. باسم وافق وفرح، ما هو يا حرام ما يعرفش اللي مستنيه هناك. وصل باسم لندن وقضى أول يومين مع ليلى خروج وسهر، كانوا بيتفسحوا في كل حتة. ليلى كانت بتتعامل معاه عادي كأنه ما جرحهاش وكسرها، بس كل ده هيتغير في ليلى. قرروا يسهروا، الجو كان حلو. ليلى قعدت شوية وبعدين قالت له إنها حاسة إنها محتاجة تنام وهترجع تستناه، وإنه مش لازم يروح معاها دلوقتي ويضيع السهر. ليلى مشيت وباسم بدأ يشرب وكاس ورا التاني، بقى مش شايف قدامه. ليلى في الحقيقة ما كانتش تعبانة، بس كانت بتخطط لحاجة كبيرة. باسم كان عنده حساسية قاتلة من نوع معين من المكسرات، ولو أكلها من غير ما ياخد الحقنة اللي بيشيلها معاه دايما ممكن يموت في دقايق. وقتها بدأت الخطة تتكون في دماغها. ليلى راحت على سوبر ماركت قريب واشترت مكسرات. رجعت البيت وطلبت الأكل اللي باسم بيحبه، وأكدت عليهم إن الأكل ما يكونش فيه أي مكسرات. لما الأكل وصل طحنت المكسرات وحطت شوية في قلب الأكل. دورت على الحقنة في شنطة باسم وخبتها في الدولاب في نص الهدوم. بعدين حطت الأكل على السفرة ودخلت نامت. باسم رجع متأخر ومش شايف قدامه. شاف الأكل قعد وأكله من غير تفكير. بعد شوية بدأت أعراض الحساسية تظهر عليه، وشه احمر وعينه ورمت وبقى مش قادر ياخد نفسه. قام يدور على الحقنة زي المجنون، قلب الشنطة والدنيا كلها بس مش لاقيها. صحى ليلى بيصرخ وبيطلب النجدة، وهي واقفة في ركن الأوضة بتتفرج عليه من بعيد من غير ولا كلمة، وعينيها مليانة انتقام. ولما بدأ ينهار تماما اتصلت بالإسعاف وقالت إن صاحبها عنده حساسية شديدة وبيموت. الإسعاف وصلت وخدوه على المستشفى، بس كان فات الأوان. الشرطة قالت إنها وفاة طبيعية نتيجة حساسية شديدة من أكل مش مناسب، وكان في حالة سكر. كلمت أهله ورتبت معاهم عشان ينقلوا الجثمان لمصر. حددوا ميعاد العزاء، وليلى قررت تنزل تحضر العزاء بنفسها عشان كل شيء يبان طبيعي. في العزاء شافت سلمى الإكس بتاعت باسم، سلمت عليها وعزتها كأن مفيش أي حاجة. ليلى كانت دايما بتسأل نفسها يا ترى باسم كان بيضحك على سلمى ويقول لها إن إحنا كمان سيبنا بعض، ولا كانت عارفة إنهم مع بعض وبتخطط تخطفوا منها؟ بس قررت ما تسألش ولا حتى تفتح كلام. من اليوم ده ليلى فقدت ثقتها في كل الرجال، وقررت إنها مش هتسمح لحد يوجعها تاني. وقالت لنفسها أي حد يكسرني كده ما يستحقش يعيش. مش عايزة أفاجئكم، بس من أول لحظة ليلى لمحت فيها مازن في المطار وهي متأكدة إنه جوز سلمى. شافت صور فرحهم في الجرايد، وبعد موت باسم بدأت تسمع اسمه يتكرر، والناس بتقول إن سلمى اتجوزت راجل أعمال اسمه مازن. وكمان من سنين ليلى قابلت سلمى ومازن مرة صدفة، بس كان لقاء سريع، سلمت ومشيت، ومازن ما كانش مركز معاها خالص. علشان كده لما قابلها في المطار ما كانش فاكرها. اللحظة دي كانت بالنسبة لها زي هدية من القدر،
فرصة ترد الألم، مش بس لباسم اللي خانها ومات، لكن كمان لسلمى اللي سرقته منها، خصوصا بعد ما اتأكدت من مازن إنها فعلا ما تستحقش تعيش. ليلى قالت لنفسها سلمى تستاهل تحس بنفس الوجع، بنفس الخيانة، وبنفس القهر اللي ما بيتنسيش. قررت ليلى تستغل كل لحظة. اتقربت من مازن بحساب وبخطة، لفتت انتباهه وخلته يطمن لها، يتكلم معاها ويتشدلها. كانت عارفة بتعمل ايه وعايزة توصل لإيه. ولما سمعته بيحكي عن مراته وعن خيانتها وعن إنه ناوي يقتلها، حست إن الدنيا لفت وقررت تقف في صفها. ساعتها من غير تردد قررت تساعده، مش علشان هو يستاهل، لكن عشان الانتقام ابتدى. وسلمى تستاهل أكتر من كده بكتير. ولحد هنا الحكاية لسه في أولها، الانتقام ابتدى. ولو فاكر إن القصة هتنتهي بإنهم يقتلوا سلمى وعلي وتخلص على كده، يبقى أنت غلطان وما تعرفش أي حاجة عن لعبة القدر. تابعوني في الجزء التاني عشان اللي جاي محدش يتوقعه. أشوفكم الحلقة الجاية. كان معاكم حدوتة.